ناس كتير دخلت سألتني: وانت ليه لبسك كتير اسود؟ على فكرة انا اتكلمت في محور اساسي هو المينيماليزم. انا بميل للمينيماليزم وما بحبش ابذل مجهود كتير في ان انا هلبس ايه، هعمل ايه، والكلام ده كله. عندنا 3 محاور اساسية ممكن اللون الاسود انا بلبسهم ليه. في دلالة فلسفية بتقول ان اللون الاسود بيدل على ايه؟ العدم والبداية. بمعنى ايه؟ فراغ الاول اللي بتنبثق منه الى اشياء. على فكرة فهو بداية ونهاية، فان واحد لكل حاجة. الغموض والمعرفة الخفية، ان هو بتنبثق منه الدلالات الفلسفية اللي احنا ما بنكونش عارفين اساسها ايه. ارتبط الاسود على فكرة بالتأمل والفلسفة. السلطة والهيبة، على طول اللي ذات المراكز العليا كانوا بيستخدموا الاسود للهيمنة والقوة والسطوة. الاسود ليه تأثير نفسي. بمعنى ايه؟ بيدينا الشعور بالاحتواء والحماية. ولو لبسنا اسود كتير، انا كسرت لكم اللون اهو، لو لبسنا اسود كتير ده بيديني احساس بالعزة والحزن. والقدماء المصريين ما كانوش بيلبسوا اسود كتير، هم كانوا بيميلوا للالوان الفاتحه قوي. ايه؟ عشان خاطر ده هم بيحبوا الحياه ما بيحبوش النكد. حتى في اي جنازه ما كانوش بيلبسوا اسود. الاسود بيديني استقلاليه وجديه، بحس لما بطلع اقدم لكم اي محتوى بحس ان انا مسؤوله عن حاجه لازم الناس تكون مقدراها وبتحترمها، فبالتالي انا بحس بمسؤوليه وبحس بقوه وانا بديكم معلومه عشان خاطر تاثر فيكم. وبالنسبه بقى للفن والتصميم والحاجات العملاقه قوي والليكجري، احنا بنلاقي اللون الاسود بيستخدم للتركيز والتباين. عايزه توضحي اي لون في الحياه حط جنبه اسود، الاسود بيظهره لي. الاسود بيدل على البساطه والفخامه. وفي النهاية بقى إن الأسود بيستخدم للتشويق والغموض في الدراما وفي السينما. يلا بقى، عايزة أعرف آراءكم في الكومنتات بالنسبة للمعلومات اللي أنا قلتها عن الأسود. هو ده اللي انتوا كنتوا عايزين تعرفوه، ولا كنتوا عايزين تعرفوا حاجة شخصية تخصني؟ ده مستحيل حد يعرف أي حاجة تخصني بالنسبة لأي حاجة. كل حاجة واضحة قدامكم في البرنامج. كل حاجة على بيانة زي ما بيقولوا. ويا رب الأسود يعجبكم. أنا على فكرة غيرت أهو. شكرا.